وانتم طيبين. اول حاجه بنعملها يوم العيد اول ما بنذبح بنطلع الكبده ونشوحها علشان نفطر، لانها بتبقى اسهل حاجه ومش بتاخد وقت. هعملها لكم بطريقه سهله وجميله زي عربيه الشارع، وقدميها مع عيش وسلطه وطحينه، وان شاء الله يكون فطار ساده عليكم. زي ما انت شايفه كده عندي نص كيلو من الكبده متقطع شرايح. لو انت جايباها من عند الجزار كده زي انقعيها في نص كوبايه لبن عشان الزفاره وعشان تنزل السموم اللي فيها، وكمان مكان ايد الجزار. انما لو عندك ذبيحه في البيت طلعيها من قلب الذبيحه وقطعيها وشوحيها على طول، لان ما فيش حد يمسكها غيرك فتبقى نظيفه. اهم حاجه ما تغسليش الكبده بميه لانها بتظهر الزفاره اكتر. عندي كمان فلفل رومي متقطع شرايح، بصله كبيره متقطعه شرايح، معلقتين توم كبار مفرومين. طبعا الكبده اساسها توم، وكمان قطعه من الليه علشان اشوحها مع الكبده وتديني الريحه التحفه بتاعت عربيه الكبده، وكمان ربع كوبايه من الخل. نيجي بقى للتوابل بتاعت الكبده. معلقه صغيره مليانه كاري، معلقه صغيره مليانه من الكمون، بابريكا، ملح، كزبره ناشفه مطحونه. كل حاجه من دول معلقه صغيره مليانه، ما عدا فلفل اسمر عايزه منه نص معلقه بس مش اكتر من كده، ما تكترش فلفل اسمر. طبعا اهم حاجه في ده كله الكاري، الكمون، الثوم، وطبعا قطعه الليه اللي هتديك الطعم وريحه الجنان بتاعت عربيه الشارع بالظبط. يلا بينا مع بعض نبدا في الطريقه. عندي طاسه كبيره على النار هسخنها كويس قوي، وهنزل بشويه زيت حلوين، وهنزل كمان بالليه، وهشوحها الاول كده مع الزيت لغايه ما اشم ريحتها كده جميله، واحس ان هي ابتدت تسيح شويه كده. تمام، اتقدحت كويس قوي. دلوقتي بقى هنزل بالبصله. اللي ما جربش بصل في الكبده لازم يجربها، البصله حلوه جدا جدا في الكبده، غير طبعا ان هي بتبقى طعمها حلو قوي. بتديكي بتخلي الكبده تبقى جوسي كده وطريه، وفيها صوص كده حلو ومتبقاش ناشفه في الاكل. هشوح البصله لغايه ما تدبل معايا، مش عايزاها تاخد لون خالص بالشكل ده كده. خلاص دبلت، شايفين؟ هوسع كده مكان للكبده، مش هنزل بكميه الكبده كلها اللي معايا عشان ما تنزلش ميتها، هنزل بيها شويه شويه. هنزل باول كميه كده، طبعا النار عندي عاليه عشان الكبده برده ما تنزلش ميتها وتنشف معايا خالص. هشوح الجزء ده اللي انا نزلته الاول لغايه ما لونه يتغير بالشكل ده. تمام كده كده خلاص لونها اتغير. بوسع بقى مكان عشان انزل كميه كمان. هنزل بنص كيلو على 3 مرات حسب الكميه اللي انت تعمليها. اهم حاجه ما تنزلش بيها كلها مره واحده. تمام كده اهو. طبعا النار عندي عاليه، مش هوطيها خالص في المرحله دي كده. خلاص اخر دفعه. طبعا لو عندك قلوب وكلاوي هتنزليها قبل الكبده، هتقطعيها وتنزليها قبل الكبده لانها بتاخد تسويه اكتر، وبعد ما تشوحيها شويه بتنزلي بعد كده بالكبده. تمام اهو لونها اتغير. هقلبها بقى مع البصل والليه بقى وكلهم بقى مع بعض كده. انا ضمنت ان الكبده مش هتنزل ميتها ومش هتنشف معايا، وهتحتفظ بكل الفوائد بتاعتها. تمام كده. دلوقتي بقى هنزل ب3 معالق كبار من الخل والتوابل بتاعتنا، الكاري والكمون والبابريكا والملح والكزبره والفلفل الاسمر، ونقلب بقى كويس قوي. لو ملاحظين انا لسه لغايه دلوقتي ما نزلتش بالثوم، هقول لكم دلوقتي ليه. كده تمام جدا. هسيبها بقى تستوي خالص دلوقتي. طبعا ما بتاخدش وقت خالص على النار، هي 10 دقايق تكون مستويه معاكي. هسيبها بقى تستوي خالص على نار هاديه بقى. خلاص ههدي النار دلوقتي، مفيش مشكله. شايفين الصوص الجميل ده والعصاره دي بتاعه البصل، شايفين؟ خلاص بعد ما استوت معايا هنزل دلوقتي بالفلفل. مش عايزاه يدبل ولا لونه يتغير، عايزاه يحتفظ بلونه، وعايزاه يكون بيقرش كده في الاكل، فبنزله في الاخر بعد ما تكون الكبده استوت. طبعا انت لو عايزه الكبده تكون سبايسي حطي قرن فلفل حامي او معلقه كبيره من الهريسه
او من الشطة البودر. نقلب كده. دلوقتي بقى هنزل بالثوم. الثوم لو كنت نزلت بيه من الاول مع البصل كان ريحته هتروح ومش هيبقى موجود معايا في الكبده، وزي ما قلت لكم الكبده اساسها توم، فانا هنزل دلوقتي معلقتين كبار من الثوم، فاخلي الثوم في الاخر خالص عشان يفضل ريحته موجوده في الكبده. طبعا هشوحه طبعا مع الكبده علشان يستوي اهو بالشكل ده. شايفين؟ عايزه اقول لك الريحه تجنن، الثوم مع الكبده مع الكاري مع الليه، حاجه كده في منتهى الجمال. لازم تجربيها الطريقه دي ان شاء الله في العيد. اهو كده خلاص. شايفين الكبده ما نشفتش ازاي؟ ده بسبب البصل اللي احنا حطيناه في الاول، ده غير طبعا بيخلي طعمها حلو جدا جدا ومسكره كده. تمام، شايفين ما شاء الله شكلها تحفه وريحتها اجمل بكتير. هي كده خلاص استوت وبقت تمام جدا. خطوه اخيره بس هعملها، لو انت مش حباها استغني عنها مفيش مشكله خالص. هطفلها كده فحمه علشان تاخد بقى طعم وريحه الفحم وتبقى بالظبط زي اللي بناكلها على عربيات الكبده في الشارع. طفيتها كده بمعلقتين كده من الزيت وهغطيها وهسيبها 10 دقايق كده بالظبط تاخد بقى الريحه كلها، وبعد كده نرجع علشان نقدمها زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم مهما وصفت لكم ريحتها عامله ازاي بجد خطيره جدا جدا. بجد احلى فطار ممكن تاكليه في العيد. انا عن نفسي واحده من الناس اللي بستنى العيد علشان افطر الكبده الصبح، بجد بيكون طعمها حلو جدا ولسه طالعه كده طازه وسخنه، ما بتاخدش بقى برضو وقت معاكي على النار خالص، وبيكون طعمها في منتهى الجمال. قدمناها بشكل حلو كده في الطبق. طبعا ما تنسيش جنبها كده طبق المخلل وطبق الطحينه والعيش السخن بقى كده، وبالف هنا عليكم وكل سنه وانتم طيبين.